السلام عليكم. خدنا مناطق الاهتمام وعرفنا ازاي نوظفها في الهيكل بتاعنا، خلاص كده. طيب، ناقص لنا اخر حاجه واهم حاجه وهي الانتري. انا دلوقتي خلينا امشي معاك واحده واحده. انا دلوقتي عندي هنا قمه، هنا سوري قاع، وهنا ادنى قاع. فبالتالي بما ان انا عندي اخر قاعين، اعلى منطقه ما بينهم هي اللي تشينج اوف كاركتر. تمام كده؟ تمام. طيب، حددت انا الاوردر بلوك الاكستريم واتكلمنا عليه بالتفاصيل في الحلقات اللي فاتت. ماشي. لما السعر يوصل للاكستريم وانا عندي دلوقتي القاع ده هو اللي انا هستهدفه. ليه؟ لان ده اصلا بالنسبه لي بلوك اوف ستراكشر. لما السعر يكسر انا هستهدفه لان هو ده الويك لو بتاعي. ماشي. طيب، انا دلوقتي عشان اخش الصفقه هل احط ستوب هنا فوق المنطقه وابدا استهدف؟ اقول لك ايوه، ده اللي احنا خدناه لحد دلوقتي. ودلوقتي تيجي اهميه الانتري، ان لما السعر يوصل هيعمل لي كام حاجه عشان يقول لي ان انا هابط من هنا. ماشي. طب يعني ايه يا سيدي؟ يعني كل فريم احنا بنشتغل عليه ليه فريم تاني يديني الانتري بتاعه. وليكن ان انا عندي الاربع ساعات، لو انا هيكل ده 4 ساعات بالنسبه لي، يبقى انا هبدا اشتغل على خلينا نملك 4 ساعات. يبقى انا هشتغل الانتري بتاعي على الربع ساعه. كل هيكل، كل فريم ليه الانتري بتاعه. وخلينا اقولها لك اوريها لك في اخر الفيديو. وخلينا نطبق النهارده على الاربع ساعات والربع ساعه. ماشي. طيب، يبقى انا دلوقتي لو الهيكل ده بتاعي 4 ساعات ومستني السعر يوصل له زي كده، هجري على طول افتح الربع ساعه. تعال بقى ناخد المنطقه دي كده، ال4 ساعات، ونفتح الربع ساعه. هتلاقي السعر عامل لك ايه بقى؟ هتلاقي السعر بدأ يعمل لك كده على المنطقه. كل ده اصلا شمعه ولا شمعتين على ال4 ساعات. ماشي. طيب، الانتري بقى ابدا اخده ازاي؟ قال لك خان الانتري بالنسبه لي وهو ايه بقى يا سيدي؟ قال لك ان انا بمسك اي قمه تقابلني، بشوف، خلينا مثلا ندي مثال على القمه دي كده. بشوف اول بول باك قبل القمه واخر شمعة فيه اشده كده، هو ده اللي تشك بالنسبة لي في الانتري. يعني ايه؟ قالك لما السعر يبدأ يمشي كده، يبدأ يمشي كده، يكسر لي، هيبدأ يصحح. في التصحيحة دي انا بقى اصلا اوريدي ايه، عرفت اطلع مناطق الاهتمام في فريم الربع ساعة، اسميها مثلا وليكن انتري، وابدأ ابيع من المناطق دي. طبعا كل الكلام ده هنطبقه دلوقتي على الشارت، ولكن لازم اوريك نظري قبل ما اوريك عملي. وستوبك فين بقى؟ خان بيقول لك حط ستوبك فوق المنطقه، ولكن هو كده بيريح دماغه. فاحنا عشان نصغر الستوب ونستفاد اكبر استفاده، تحاول على قد ما تقدر تخلي الستوب بتاعك فوق الانتري اللي انت واخد منها بعد ما تديك انتري قوي. ماشي ولا مش ماشي؟ مش فاهمين؟ طبيعي مش فاهمين، لان النظري كله ما بتفهمش بنسبه 100%. تعال بقى ننزل على الشرط ونيجي واحده واحده نعرف ازاي ناخد انتري من المناطق. لو انت ما فهمتش حاجه في اللي احنا قلناه اللي فاتت ده، واحده واحده هتفهم كل حاجه. خلينا نقطع دلوقتي الشرط مثلا وليكن من هنا. انا دلوقتي ده هيكل طبيعي جدا، عمل لي هناك تحت هنا اخر بلوك اوف ستراكشر. ماشي. طيب، عشان ما نطولش كتير خلينا نسمي ده بص، ونبدأ نشوف هل هنا انا عندي اوردر بلوك في المنطقة دي. ايوه، ده الفيرست او بي، ولكن ده ميتيجيت من المنطقة دي فمش هنستعمله. نطلع فوق شوية، هتلاقي عندي اوردر بلوك قوي في المنطقة دي. ولكن معلومة على السريع كده، اي منطقة اهتمام اوردر بلوك لقيته صغير كده والفير فاليو جاب كبير جدا كده، اعرف مثلا بنسبة كبيرة ان السعر ممكن ما يوصلوش. فحاول على قد ما تقدر تكبر منطقة الاهتمام، ممكن تاخده هو بالفير فاليو جاب، واخد بالك؟ عشان طول ما المنطقة صغيرة طول ما بيصعب الوصول إليها. بالنسبة لي أنا، فأنت ممكن تاخد يا إما الفير فاليو جاب مع الأوردر بلوك طالما هو صغير أوي كده، لا إما تاخد الأوردر فلو كله. فخلينا مثلا ناخد أوردر فلو أو ناخد الفير فاليو جاب، مش مشكلة. المهم إن أنا كده كده أصلا مش هاخد صفقة أعملها كده. أنا صفقتي بتبقى عاملة إزاي؟ صفقتي بتبقى بعد الانتري، فهمنا؟ يعني كبر المنطقة مهما أنت زي ما أنت عايز، وبعد كده هنحط ستوبنا تحت فوق الانتري. طب تعال نشوف السعر بدأ يعمل لي ايه. ماشي. واحدة واحدة السعر طلع للمنطقة وبدأ يهبط. طب تعالى بقى احنا نشوف، هنفتح فريم الربع ساعة اللي انا بشوف عليه التأكيد، هشوف هل هنا ادانا انتري ولا لا. طيب، انا عندي هنا قال لك اول بول باك قبل القمة اللي هي دي كسر واداني هنا اتشوك. خلينا ايه نمسح دي كده عشان تبان شوية.
ايوه شد كده شويه ونيجي نقرب هنا. ماشي يا سيدي. طيب هنا اداني تشوك، تيجي تقول لي يا عم طب هنا اللي تشوك عمل لي بديل، مش انت قلت اللي تشوك بديل يبقى ده سويب ليكويديتي ما بنعتمدوش؟ اقول لك عندك حق، ولكن في فريم الدخول خان بيعتمد اللي تشوك. ماشي. احنا خان شغالين بنسبه 70% من هيكله ما عدا الانديوسمنت واللي تشوك. ماشي. ولكن الانتري بتاعه قوي ما شاء الله، وتقريبا هو نفس هيكل فوتون في الانتري، يعني الاتنين واحد. ماشي. المهم انا دلوقتي حصل لي ايه؟ حصل لي تشوك على فريم الاربع ساعات. ماشي. في الانتري، ركز في الانتري، لان انا لو جيت ارسم على هيكل الاربع ساعات هيبقى دي قمه ودي قمه، ده اللي تشوك بالنسبه لي. لا انا عايز اللي تشوك هو اخر، ممكن بلاش نسميها تشوك عشان ما تلخبطش، خلينا مثلا نسميها ام اس اس ولا اي حاجه عشان ايه ما تتزودش، ما تعملش هنا تشوك وهنا تشوك وتتزود. ماشي. طيب يبقى انا هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت، وليكن ان هو تغير في الاتجاه على الربع ساعه او كده بدايه الانتري. بعمل ايه انا بقى؟ ببدا اشوف اي مناطق اهتمام ابدا ابيع من عندها. ادي اوردر بلوك. طيب الاوردر بلوك ده ليه السعر ما وصلوش؟ اولا خلينا بس نشرح واحده واحده. انا هنا السعر عمل لي تشوك، المفروض خلاص يبدا يصحح عشان اقدر اشوف المناطق اللي هنا اقدر ابيع منها وانزل مع السعر. ماشي كده يا سيدي؟ تمام. طيب بقى السعر بدأ صحح اهو، وبدأ يصحح، بدأ يسند على مناطق الاهتمام عشان بعد كده يبدأ يكمل الهبوط. طيب احنا قلنا دلوقتي ان منطقة الاهتمام طول ما هي صغيرة ومعاك اصلا في الفاليو جاب قوي، لا طول ما المنطقة صغيرة طول ما صعب الوصول اليها، السعر صعب الوصول اليها. طب نعمل ايه؟ ممكن ناخد منطقة اهتمام مع الفير فاليو جاب ده طالما انت شايفها صغيرة كده. والله لو كبيرة مثلا كده شوية اقدر اقول لك حلوة اوردر بلوك، مش وحش. طيب ماشي. يبقى انا عندي ده منطقه الاهتمام. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعلق صفقتي من هنا ستوب بي فوق المنطقه مثلا بخمسة بيب ولا حاجه كده عشان نسبرد. وهدفي بقى فين؟ مش القاع بتاع الربع ساعه، لا القاع بتاع الاربع ساعات اللي احنا قلنا عليه. فين يا سيدي هيكل الاربع ساعات؟ ايوه هو ده البريك اوف ستراكشر بتاعي. ونبدا نشوف السعر هيبدا يعمل ايه. طب هنا قبل ما السعر بيبدا يعمل ايه، عايز اقارن لك بين ان انت تاخد الصفقه ان اجريسيف ومن غير انتري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي خلينا نفتح الاربع ساعات عشان نمشي بسرعه ونوقف. تعالى يا سيدي ركز معايا. انا هنا دلوقتي المنطقه دي هي منطقه بي او اي صح؟ فانا ممكن اخش الصفقه من هنا احط ستوب فوقيها، استهدف الويك لو او البوس بتاعي عشان كده كده احنا في اتجاه هابط واتكلمنا في الكلام ده كتير. طيب بص هنا هتلاقي اتنين واحد لاتنين ار، يعني لو حطيت 100 ممكن تاخد ايه 200. طيب انما لو ركزت في الانتري وعرفت تاخد انتري صح، الانتري ليه ميزتين اقوى من بعض، بيأكد لك الهبوط من المنطقة وبيصغر لك الستوب. بص هنا لو حطيت $100 هتلاقي ايه؟ 1700 دولار هتكسبهم بمجرد انت بس عرفت الانتري. طب تعالى بقى ايه نشوف امثلة تانية ونمشي واحدة واحدة. طيب انا دلوقتي ايه عمل لي هنا؟ بص ده على الاربع ساعات. قبل ما ابدا بس ايه خلينا بس اقول لك الايه الحاجات اللي هي اللي احنا بنبدا نشتغل سوري بتوه منكم كده مره واحده وانا بشرح. الفريمات كل فريم بالهيكل بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو الاوردر بلوك بتاعي على الواحد اسبوع، الاسبوع الانتري بتاعه على الاربع ساعات. المهم خد الصوره دي سكرين حاول هتفهم. المهم خلينا ايه سيبك من الديلي، خلينا نبدا من الاربع ساعات. اربع ساعات الكونفirmation بتاعه على الربع ساعه. عند الساعه باخد الخمس دقايق والتلات دقايق الواضح فيهم، ويفضل الخمس دقايق. والربع ساعه باخد التلات دقايق والدقيقه ككونفirmation. كل الكلام ده يصلح على كل الفريمات. طيب تعالى بقى نكمل الايه التطبيق بتاعنا. طبعا انا اتمنى ان انت تكون خدت ايه سكرين، او ارجع بالفيديو خد سكرين عشان تبدا تعرف ايه هو الكونفرميشن مع ايه هي يعني فريمات الكونفرميشن ببعض. طيب تعالى نمشي شويه كده نشوف هل السعر ادانا دخول تاني ولا لا. طب دلوقتي السعر عمال يديني قيمه ضعيفه قيمه ضعيفه، فانا مستني السعر يبدا يعمل لي ايه. ماشي قيمه ضعيفه طلع هنا كسر لي، بلاش عشان دي مش واضحه. قاع وقمه مش واضحين. طيب خلاص بدا هنا يديني اهو منطقه واضحه ابدا اعتمد عليها. اقف هنا بقى خلاص، اقف 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 اقف. دلوقتي ده عندي بريك اوف ستراكشر. طب فين القاع اللي قبليه؟ والله هركز القاع اللي واضح ممكن نقول ده، لان القاع ده عنده قمه واضحه انما القاع ده ما عندوش قمه واضحه، يعني قمه اقوى. فاهم قصدي؟ هنفهم الكلام ده بعدين ان شاء الله ازاي انا اقدر اعتمد على ده او اعتمد على ده
زي ما قلت لك ممكن تعتمد على التصحيح القوي. هنا بص شمعة شمعتين تلاتة، هنا بص كام شمعة. فانت لو هتكتفي من المستوى الاول تقدر تمشي على القواعد دي وتبدأ تشوف تصحيح اقوى عشان تقدر تعتمده تشوك. ماشي. طيب نبدأ ننزل على ده نسميه تشوك. بقى انا دلوقتي عندي الهيكل هنا. طيب يبقى انا هنا هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ ادور على منطقة اهتمام. خلينا نقطع الشرط واحدة واحدة عشان ما نتوهش من بعض. هل انا هنا عندي اي منطقة اهتمام؟ ايوه، ده عندي اوردر بلوك في المنطقة دي. طيب وبعد كده السعر صحح شوية منه، احترمه شوية، وبعد كده هيكمل صعود. طيب هل انا عندي هنا اوردر بلوك في المنطقة دي؟ لا، ما عنديش اوردر بلوك، ولكن انا مش مهتم بيه. ليه؟ لان انا باخد الاول والاخير، الباقي كله بيبقى ايه؟ تراب. صح كده؟ خاصة ان المنطقة دي سيولة. خاصة بقى والاهم ان السعر وهو طالع عمال يغششني اللي هو هيهبط ال ار دي. هنتكلم عليها ان شاء الله يمكن في اول فيديو في الحلقة التانية في المستوى التاني. ده بيدل على شباب ان انا السعر هيكمل صعود، مش هيكسر التشوك ده. فهمت الحتة دي؟ طيب هل انا دلوقتي واثق ان السعر هيهبط؟ يبقى هعمل ايه؟ اخش صفقتي اللي لسه مش عارف الانتري، ستوب فوق المنطقه زي كده، وهدفه فين؟ القاع بتاع البريك اوف ستراكشر. ولكن بص هنا اداك ايه؟ 3 ار، يعني لو حطيت 100 هتكسب 300. ممتاز، حلوين. ولكن بقى تعال نشوف الانتري. طيب يا سيدي، نيجي واحده واحده نمشي. هنستنى السعر يوصل وبعد كده نشوف. بس خلاص، وصل لي. اقف هنا. تعال ننزل على الربع ساعه عشان اشوف الانتري بتاعي ايه ظروفه. عندي هنا اول قمه. هل هنا في اي بول باك في المنطقه دي؟ لا، مفيش. كل ده داخلي، مفيش غير اول منطقه بول باك هي دي. ولكن مش هعتمدها لانها بعيده قوي، خاصه ان السعر زي ما انت شايف ما ادانيش انتري وبدا يصعد يصعد يصعد، اداني القمه دي. طيب تعالى بقى ايه؟ نركز من اول هنا. شيل ده كده شويه. تعالى لي بقى ركز شويه عشان المنطقه دي فيها شغل كتير. ادي الماركت شيفت بتاعي، ماركت ستراكشر شيفت، او ممكن تقول MSS عشان ما نتزودش بالتشوك. ماشي. طيب اول لما اداني هنا انا مستني السعر يصحح. طب هيصحح. في هنا اي اوردر بلوك؟ ركز كده. في هنا اي منطقة اهتمام؟ مفيش غير الفري فاليو جاب ده، وصعب ان انا ابيع من عنده لانها قريبة جدا من القاع. ممكن نتكلم عليها بعدين لان دي سيولة يعني داخلية. فهنا مفيش اي اوردر بلوك خلاص. طيب يبقى انا كده لسه لحد الان مش هقدر اخش. طب هي كده ضاعت مني؟ لا، ضاعت منك ايه؟ كمل بقى مع الربع ساعة. انا عندي هنا بص، عندي هنا بص، ده كل ده في الانتري يا شباب. ماشي. طيب بعد ما اداني 2 بص، انا دلوقتي مستني السعر يصحح عشان ابدا ابيع. طيب احنا قلنا ان هنا المنطقه دي ما عنديش ايه؟ اي منطقه اهتمام، فهنشيلها من حساباتنا ونمشي هنا. هل هنا السعر مديني اي منطقه اهتمام؟ مش مديني غير ايه؟ غير الريجكشن بلوك ده. ايوه، الريجكشن بلوك ده الوحيد اللي السعر مدهوني. ممكن نسميه بقى انتري او ريجكشن بلوك، المهم. يبقى انا هعمل ايه؟ هعلق صفقتي من عليه ستوب فوقيه 5 بيب 10 بيب. وهدفي بقى فين؟ هدفي القاع بتاع ال4 ساعات، مش القاع بتاع الربع ساعة. القاع بتاع ال4 ساعات، لان انا اصلا الاتجاه العام بتاعي ايه؟ هابط. وانا اصلا الفريم الرئيسي بتاعي على ال4 ساعات، فمتوقع ان السعر يوصل من هنا. طيب عايزين نقول حاجة. السعر هنا ما وصلش. السعر هنا لو انت لاحظ بص فرقت بيب ولا حاجة، ولكن ممكن تخش يدوي في الحاجات اللي زي كده بتحصل كتير. وبرضه ساعات انا دلوقتي شغال على فوركس دوت كوم، ممكن على اواندا السعر بيوصل. البروكرات بتفرق يا شباب بعيد عن بعض، مثلا 5 بيب 3 بيب وهكذا. فانت هتلاقيها ايه؟ ظبطت معاك على بروكر تاني او على ميتا تريدر. ومهم مش مشكلتنا دلوقتي، احنا دلوقتي ايه؟ بنشرح ازاي نتعامل مع الانتري. طيب يبقى انا هدفي فين؟ هدفي المنطقه اللي احنا قلنا عليها. طيب نمشي شويه نشوف السعر هل جاب الهدف ولا عمل ايه. طبعا في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها اداره مخاطر. هنظبطها، اللي هو مثلا ايه؟ ممكن تاخد 50% من هدفك هنا، ممكن تاخد 70%. نتكلم عليها بعدين ان شاء الله في اخر حلقه دي، ازاي تقدر ايه، خلينا اقولها، تهندل صفقتك، او خلينا اقول لك خلينا اقولها زي ما اقولها ان شاء الله في الحلقه الاخيره. وتعال نشوف السعر عمل ايه. طيب بعد ما كده السعر نزل، ما قدرش يكسر دي، بالعكس كون لي سيوله. وبعد كده بدأ، طبعا احنا كان لسه ما كناش على السيوله، مش مهم.
وبعد كده بدأ يعمل لي كل ده لسه ما كسرليش المنطقة، ولكن انت ممكن بقى جنيه ارباحك هنا، لكن ما بفضلش. ليه ما بفضلش؟ انت دلوقتي متأكد من اتجاهك، متأكد من منطقتك، يبقى سيب الصفقة. طيب تعال نشوف السعر عمل لي ايه. خلاص كسر لي المنطقة دي وبدأ يعمل لي ايه هنا، قمة جديدة. طيب القمة الجديدة دي هبدأ اشوف عندي أه هبدأ اشوف عندي انتري على الربع ساعة. طيب نمشي واحدة واحدة. تعالى يا سيدي نمشي شوية نشوف السعر ينزل منين عشان نبدأ نشتغل عليها. بس اقف هنا. بص يا معلم، انا دلوقتي السعر هنا مديني ايه؟ مديني اعلى قمة ادتني تشك في المنطقة دي. ماشي. ماشي. المهم ده ماركت ستراكشر شيفت، وبعد كده السعر يصحح، فانا مستني السعر يعمل ايه؟ يرد لي من ادي اكستريم اوردر بلوك. ولكن بما ان السعر في الاولى ما طلعش الاكستريم، ممكن ما يطلعلوش لان الاكستريم ده قوي واخد سيوله هنا في المنطقه دي، فممكن ان السعر ما يطلعليش. ولكن هو ما طلعليش من هنا، فلما يجي السعر ينزل لي هنا ويديني بص في المنطقه دي كده، ابدا اقول ايه؟ اشوف بقى اشوف هشوف منطقه ابدا ابيع من عندها. ماشي. طيب ممكن اقسم صفقاتي على هنا وهنا، الاكستريم والمنطقه دي. ماشي. ولكن خلينا واحده واحده. بما ان السعر نزل ما طلعش من اول مره، يبقى ممكن يحترم المنطقه دي. طب تعال نشوف السعر هنا هيعمل لي ايه. دايما يا شباب تحاول على قد ما تقدر في الانتري تدور على الاكستريم، تخش من الاكستريم فقط لا غير. يعني الموجه دي كده الاكستريم بتاعها هنا، الموجه دي بتاعها هنا. تعال نشوف الاكستريم بتاعها فين. عندي هنا مفيش اي اوردر بلوك واضح. ده اوردر بلوك واضح وصريح وضوح الشمس. طيب هل ده اوردر بلوك واضح؟ لكن مش ده الاكستريم بي او اي. طب فين الاكستريم بي او اي؟ هي دي الريجكشن بلوك ده. يبقى ده ايه؟ يبقى ده بنسبة 50 ل 60% تراب. طالما انا لقيت اكستريم هنا خلاص فهمنا. طيب هل ده اصلا ريجكشن حقيقي؟ تعالى كده نراجعه بسرعة. الشمعة دي سحبة دي، ولكن دي داخلية، فالمفروض الشمعة دي سحبة دي. طب تعالى نشوف. اها تمام ممتاز سحبها. والشمعة دي انترنال، فهل دي سحبها؟ ايوه 240. لا دي سحبه دي باتنين بيبقى مهم. ريجكشن سليم وكل الكلام. طب انا هعلق صفقتي فين؟ ممكن ابدا اعمل صفقتين. اول صفقه ممكن اقسمها هنا ستوب فوق 5 بيب وابدا اكمل هبوط. وممكن اخش من هنا ستوب 5 بيب ولا حاجه، وابدا اكمل فوق المنطقه 5 بيب، وابدا اكمل ايه بقى؟ اكمل المناطق اللي احنا قلنا عليها. طب تعال نشوف السعر هيعمل ايه. عمل لي ايه هنا؟ رد لي من الريجكشن اللي احنا قلنا عليه وما كسروش، لان احنا دايما بنحط ستوبنا 5 بيب ولا 7 بيب برضه عشان سبريد وكده. طيب فين بقى هدفي؟ هدفي قلنا يا سيدي في المنطقة دي. ولكن ركز معايا عشان هناخد احلى صفقات في البريك اوف ستراكشر بتاع ال4 ساعات. طيب يا رب بتاع ده يكون بيسجل تمام. طيب دلوقتي خدت الصفقة، هل اسكت؟ اسكت ايه؟ تعالى ده في موجة كاملة هنبدأ نشتغل عليها مع فريم الانتري. تعالى بقى نشيل الكلام ده كله. احنا خلاص خدنا الصفقة الاولى وبدأ السعر يعمل ايه؟ بدأ السعر يهبط معايا. عمل لي هنا ايه؟ ادي بص. وعمل لي هنا ايه؟ ادي بص. ماشي. بما ان هو عمل لي هنا بص، انا عايز دلوقتي ابيع من اي اوردر بلوك. هل هنا في اوردر بلوك واضح؟ ايوه. في الفاليو جاب داخل ايه؟ ايوه. الشمعة دي تنفع. دي سحبة دي هنرحلها لدي. ممكن ناخد المنطقة دي كلها يعني عامة، لان احنا ايه في الانتري يعني كده كده مهما تعمل ستوبك صغير. هي اي نعم الاوردر بلوك بتاعك في الشمعة دي. بص عشان ما تتوهش مني، الاوردر بلوك بتاعك في الشمعة الصغيرة دي. شايفها ليه؟ دي لا تصدق الشمعة دي داخلية، فممكن ناخد الشمعة دي كده. تمام. طيب ونشد كده وابدا استنى السعر يصحح عليها وابدا اعلق صفقتي من عليها. تمام كده يا سيدي. تمام. هدفي فين؟ زي ما قلنا نفس المنطقة. ماشي يا سيدي. طيب تعالى بقى نشوف السعر يبدأ يعمل لي ايه. نمشي شوية. امشي بقى. ايوه اداني هنا ايه؟ اداني. طب كل ده لسه ما صححش خلاص. ماشي يبقى خلاص خلينا نشيل دي
ولما يصحح شويه ايوه خلاص بدا يصحح لي هنا. يبقى انا عندي اخر بريك اوف ستراكشر في المنطقه دي كده، وبدا يطلع ياخد سيوله. طبعا احنا عارفين ازاي نتجنب السيوله بحاجه بسيطه جدا، ان انا ما عنديش ان انا لازم اشوف منطقه اهتمام ابيع من عندها لازم مستوفيه كل الشروط اللي احنا قلنا عليها. منطقه مش مستوفيه كل الشروط بقت سيوله بالنسبه للسوق. طيب ماشي. هل السعر هيوصل لهنا ولا في منطقه تانية ترد السعر؟ تعال اقول لك. تعال احنا نشوف واحده واحده. اوردر بلوك 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 ايوه. كل ده مفهومش اوردر، كل ده سيوله. الوحيد الاوردر بلوك اللي لم كل الشروط هو ده. طيب طيب ممكن ناخده برضه بفير فاليو اجابه عشان نكبر المنطقه شويه. فهمتوا الحته دي؟ طيب نمشي شويه كده ونشوف ونعلق صفقتنا. ستوب هدفنا فين؟ طبعا انت كل ده كسبان من الصفقه الاولى، بتخش بنفس اللوت ماشي. هدفنا فين؟ هدفنا تحت خالص مع البريك اوف ستراكشر بتاع الاربع ساعات ماشي. طب تعال نشوف السعر، هل السعر وصل له ولا عمل له ايه؟ احترمه احترام رهيب. طيب يبقى انا كده لحد دلوقتي دخلت كام صفقه؟ صفقتين، وابدا اسيب التارجت يمشي معايا ماشي. طيب يبقى احنا دلوقتي احنا في الاولى دي ودي علقناها هنسيبها، هنمسحها ونشوف السعر نزل شويه تلاقيه عمل لك مثلا كام ار وبعد كده كمل هبوط ماشي. طيب جاب الهدف ولا لا؟ عشان نبدا نشوف جاب الهدف. نقف بقى هنا، وقف لي يا معلم. الصفقه الوحيده اللي كملت معانا دي ما كملتش، دي جابت حوالي 20 ار وبعد كده طلعت ماشي. الدخول التاني احنا دخلنا ايوه ده الدخول الرئيسي بتاعنا، فاكرين اول صفقه اللي تقريبا كان من ريجكشن؟ ايوه هي دي اول صفقه. طيب الصفقه دي جابت كام بقى يا سيدي؟ لو ركزت كده دي نمسحها لانها نزلت شويه فعلا وضربت ستوب. الصفقه دي جابت 64 ار. مقارنة بيه يا سيدي، مقارنة ان انت كنت ممكن تخش بالاربع ساعات وتعمل لي كده. فهمت لحد دلوقتي؟ انا ما فهمتش. ستوبك هدفك هنا. فهمنا الحته دي ممكن بص 3 ار ولا 4 ار دي جابت لك 64. طبعا مش ما بناخدهمش كلهم، ما بنبقاش اوفر يعني، انت لو عندك قلب بصراحه سيبها للاخر. ولكن ايه زي ما احنا قلنا. طب تيجي اديك اي اخر مثال كده مثلا، وليكن ايه هوديك انتري جوه الانتري عشان نبدا نشوف. بص يا سيدي، اخر مثال عشان نبدا نقفل. انا دلوقتي عندي ده اوردر بلوك على الايه؟ على الربع ساعه. ولو رجعنا الصوره اللي انا وريتها لك قلت لك الربع ساعه تقدر تشوف انتري على الثلاث دقايق والدقيقه. تعال نشوف هنا هل ادتنا انتري. يعني احنا اصلا جوه منطقه الاهتمام بتاعت الربع ساعه. تعال نشوف بقى المنطقه بتاعتي هل ادتني انتري ولا لا. تعال نمشي. هل السعر هينزلنا للدقيقه؟ لا. طب الثلاث دقايق الحمد لله نزلنا للثلاث دقايق. تعالى يا سيدي، انا دلوقتي دي منطقه اهتمام بتاعت الربع ساعه وانا مستني اشوف انتري عشان اقدر ابيع. طب تعالى نشوف فين اول ام اس اس. ايوه هو ده البول باك من اول هنا لحد هنا. طيب وصلنا لحد كده تمام. ات الماركت ستراكشر شيفت. يا رب الصوت يبقى بيشتغل بقى عشان انا زهقت تمام، عشان انا سجلت حلقتين والصوت فاصل. طيب يبقى انا هنا اداني ايه؟ ستراكشر شيفت. طيب حاجه بقى ادور فين الاوردر بلوك بتاعي اللي انا السعر بدل ما اعمل شيفت وعمل لي هنا. بص ابدا ابيع من على ايه ده؟ تصدق هو اصلا اداني صفقه. فين يا عم الصفقه؟ اهي 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 في الشيفت ده. فين الاوردر بلوك الوحيد اللي بالنسبه لي؟ هو ده. ليه يا عم هو ده؟ هقول لك يا سيدي مفيش فير فاليو جاب غير المنطقه دي، وادي ده سحبت دي وهنعمل له شيفتنج للمنطقه دي، هيبقى ده داخل ده. يبقى انا هاخد الشمعه دي هي دي الوحيده الاوردر بلوك. يبقى انا هعلق صفقتي من هنا ستوبي فوق المنطقه او فوق القمه كلها مش مشكله. يفضل طالما في قمه حطها فوق القمه وما تحطهاش فوق خالص ماشي. طيب هدفك فين؟ هدفك مش الربع ساعة ولا الثلاث دقايق، هدفك الاربع ساعات اللي احنا اصلا عمالين نبيع من عليه ماشي. تعال ننزل ايوه هنا اهو قربنا. طب تعال نشوف هل السعر احترم الثلاث دقايق. والله يا ريت يبقى اداك كونفirmation جوه الكونفirmation. تعال يا سيدي نمشي واحدة واحدة ونشوف. هو اصلا هو اوريدي اصلا رد من منطقة
يعني هو اصلا اوريدي رد من المنطقة، وتعالى نشوف هل هيكسرها ولا حاجة او هيدينا بريك ايفن وبعد كده ينزل. لا تصدق. طب تعالى نشوف هل كان في دخول تاني. وقف تعالى. ادي صفقة دخلناها. تعالى ركز معايا، انا هنا اداني ايه؟ اداني بص في المنطقة دي كده. طب ما اداني بص، عايز ابيع منين؟ من المنطقة دي. هشوف هل انا عندي هنا في اوردر بلوك واضح. طالما السعر رد يبقى بنسبة كبيرة في اوردر بلوك واضح. انا عندي هنا في الفاليو جاب. ماشي. طيب الشمعة دي خلاص سحبت دي، ودي سحبت دي. ادي الاوردر بلوك بتاعي، وناخده مع الفير فاليو جاب يا سيدي اهو. هاخد صفقة من عليه ستوب فوقيه. بص التلات دقايق يا سيدي، يا حلاوة والله. بص حتى الخمسة بيب اللي انت هتحطهم فوقيها مش هيجيبهم. نستهدف ايه؟ نستهدف برضو القاع بتاع ال4 ساعات. تعالى هنا. كل ده على ال3 دقايق يا شباب، انت متخيلين؟ تعالى هنا، افتح لي هنا اخر قاع. طيب بما ان هنا اخر قاع، فين المنطقة بتاعتي؟ ده لو اوردر بلوك يبقى ميتيجيت، ممكن ناخد ده ريجكشن بلوك ولكن من داخلي مفيش منطقة هنا واضحة، فخلاص نبدأ ناخد ده هنا برضو لل4 ساعات ونبدأ نشوف. ده كل ده على ال3 دقايق، ده انت لو عديها هتاخد نتائج رهيبة. كمل معايا. بص السعر احترم الايه؟ المنطقتين والله. والله لو نزلنا هتلاقي كمية صفقات. بص بيرد من مناطق، لو نزلنا هتعرف تجيبها، ولكن ايه مش مهم، مش مشكلتنا دلوقتي يعني. خلينا نمشي نشوف السعر عمل ايه. افتح ال4 ساعات. جاب الهدف. وبص هنا لو ركزت على اللي احنا قلناه، دخلنا كام صفقة. الصفقة دي جابت الهدف ب46، ده على ال3 دقايق. بص 40 ار، واللي بعدها 57 ار. انت متخيل كل الصفقات دي يا عم خسر لك 10 منهم؟ بس استهدف الايه؟ القاع بتاعك زي ما احنا قلنا. وبس يا سيدي. حتى لو تكفيك واحدة، اعتقد تكفيك واحدة من غير ما تخش تدور تاني. بس كده يا سيدي. اتمنى بقى تاخد الصوره دي سكرين كده ولا حاجه عشان نطبق عليها. وانا اصلا كنت بعمل باك تيست كتير جدا، فمعايا صور كتير جدا ان شاء الله هبعتها لكم على الجروب باذن الله، اللي هو اللي هنبدا نعمله للمستويات اللي بعد كده، عشان تبدا برضه تمرن عينك على الانتري. ده كان الانتري بتاع خان، وفي انتري تاني او اتنين تقريبا او تلاتة. هشوف لو في وقت ان شاء الله او في حلقات كده هبدا اعملها لك عليه. لكن انا بصراحه ما بستخدمش الانتري ده، ما بفضلوش. بستخدم الانتري بتاع السكوب زي ما انتم عارفين، وان شاء الله ما اشرحه في الحلقات او في المستويات اللي بعد كده. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. السلام عليكم.